السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. اهلا بكم يا دكاترة في المحاضرة الثانية من كورس التأسيس للمرحلة الثانوية. ان شاء الله دي محاضرة رقم 2 وهنشرح النهاردة اول قسم من اقسام الكلمة. المحاضرة اللي فاتت اخدنا الحروف وقلنا حروف متحركة وحروف ساكنة، والحروف المتحركة بيأتي قبلها ان، اما الحروف الساكنة بيأتي قبلها ولكن يا صديقي لو انت ما سمعتش المحاضرة اللي فاتت فوقف الفيديو وارجع اسمع المحاضرة اللي فاتت. طيب النهاردة المحاضرة بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ هناخد اول قسم من اقسام الكلمة. خدنا الحرف، النهاردة هناخد الكلمة. طب الكلمة دي اول قسم فيها الايه؟ الاسماء. وهنصنف دلوقتي الاسماء الى 3 حاجات: اسماء تعد، اسماء لا تعد، محددات. تمام؟ طيب المحاضرة دي المفروض ناخدها في محاضرة واحدة، ولكن انا هقسمها لمحاضرتين. محاضره هناخد فيها الاسم الذي يعد والاسم الذي لا يعد، دي في محاضره، وان شاء الله دي محاضره النهارده. انما المحاضره القادمه هتكون بتتكلم عن درس اسمه المحددات. هناخد ده وبعد كده ده نكون خلصنا الاسماء خلاص. بسم الله، صلى على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا هذا، اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. تعالى كده الاول نصنف الاسماء. ولكن قبل تصنيف الاسماء تعالى الاول نعرف يعني ايه كلمه، ونعرف ايه هي اقسام الكلمه. واحنا خدناها الحصه اللي فاتت، قلنا ان اقسام اللغه الانجليزيه كام حاجه؟ 5: حرف وكلمه وعباره وجمله وشبه جمله. خدنا الحرف، النهارده هناخد الكلمه. قال لك الكلمه يا شباب مجموعه من قال لك مجموعه من الحروف. زي لو جيت مثلا قلت لك ايه الكلمه دي، هتقول لي يا مستر مصطفى كات. يعني كات يا اولاد؟ هتقول لي يا مستر معناها قطه. جميل. ايه اللي انت شايفه قدامك على البورد دي؟ قول له يا مستر والله انا شايف شويه حروف. جميل. يبقى هي مجموعه من الحروف، بجمعهم على بعض بيديني بيديني كلمه. ولكن الكلمه دي عندنا 7 حاجات. كام حاجه؟ 7 حاجات. اول حاجه بناخدها الاسم. اول حاجه الاسم. تاني حاجه بروناون، الضمير. جميل. تالت حاجه الفيرب اللي هو الفعل. طبعا كل واحده من ديت لها درس منفصل. النهارده هناخد الاسماء، هناخد جزء من الاسماء. احنا زي ما اتفقنا انا لازم احطك على اول سلمه انك تعرف تقفل اللغه الانجليزيه وتجيب فيها درجه كويسه باذن رب العالمين. خلاص؟ طيب تعالى كده. adjective اللي هي الصفه. adverb اللي هو الحال او الظرف، ليه اسم الحال وليه اسم الظرف. جه بعد كده preposition اللي هو حرف حرف الجر. article الاداه. خلاص؟ يبقى عندنا كام حاجه من اقسام الكلمه؟ 7 حاجات. يلا: اسم، ضمير، فعل. اسم، ضمير، فعل. اسم، ضمير، فعل. صفه، ظرف، حرف جر، اداه. اسم، ضمير، فعل، صفه، ظرف، حرف جر، اداه. اسم، ضمير، فعل، صفه، ظرف، حرف جر، اداه. 7 حاجات ب7 دروس منفصله اللي هم مناهج الثانويه العامه في الجرامر غير الازمنه. خلاص؟ طيب تعالى، في بس حاجه حابب اعرفها لك. ايه هي؟ ان انا وانا بذاكر من اي كتاب خارجي او من اي مذكره من مذكرات المدرسين بتلاقي فيه مكتوب بص كده تعالى، بتلاقي مكتوب مثلا كلمه زي كلمه بوك كده وليكن، وبين قوسين كده ركز كده في حرف الان. فانت ما تبقاش عارف ايه حرف الان اللي بين قوسين ده. لازم الاول تعرف يعني ايه اختصارات. احنا عرفنا الكلمه، عاوز اعرف اختصارها. انا قلت لك لازم لما تفتح كتاب خارجي او تذاكر اي درس في اللغه الانجليزيه ابقى عارف هو عباره عن تمام؟ تبقى زي اي طالب متاسس، اي طالب كويس. قال لك الاسم الاول كده اختصاره ان. باخد اول حرف من الكلمه وبقول اختصارها ان. بروناون، بص كده ادي BRO اهي، ركز كده. ايه الكلمه دي؟ هتقولي نون، اختصارها ان، يبقى برو ان اللي هي بروناون. خلاص؟ طيب الفيرب في، خد اول حرف. adjective الصفه خد اول 3 حروف ADG. adverb ADV. article الاداه، طبعا دي مالهاش اختصار. preposition اول 4 حروف بريب. خلاص؟ يبقى دي الاختصارات اللي احنا لازم نبقى عارفينها علشان لما نيجي نذاكر نعرف نذاكر بشكل صحيح. تمام؟ طيب اول حاجه هناخدها النهارده باذن الله الاسم. طيب ما هو الاسم يا اولاد؟ قال لك انا قبل ما ادخل كده انا محتاج اصنف الاسماء دي. قال لك اول حاجه nouns اللي هو ركز معايا. nouns اللي هو الاسم. طيب ركز بقى معايا كده واحده واحده. عاوزين نعرف الاسماء دي المفروض بتنقسم الى والى
قال لك اول حاجه كاونتابل. يعني ايه كاونتابل يا مستر مصطفى؟ يعني اسم يعد، بنعرف نعده. جميل. اما القسم الثاني حاجه اسمها uncountable، اللي هو الاسم الذي لا يعد، ما بنعدهوش. جميل جميل. يبقى انا عندي كم حاجه كده يا اولاد؟ عندي حاجتين، اسم يعد، جميل، وعندي اسم لا يعد. جميل جدا، حلو. عاوز امسك الاسم الذي يعد بالراحه كده واصنفه. قال لك ده والله بيتصنف الى حاجتين، اسم مفرد واسم جمع. جميل جميل. يبقى انا عندي الاسماء كم نوع يا ولاد؟ اتنين، اسم يعد واسم لا يعد. الاسم الذي يعد كم حاجه؟ اتنين، مفرد وجمع. الاسماء كم حاجه؟ اتنين، اسم يعد واسم لا يعد. الاسم الذي يعد كم حاجه؟ اتنين، اسم مفرد واسم ايه؟ واسم جمع. جميل جميل. انا دلوقتي عاوز اعرف يعني ايه اسم مفرد ويعني ايه اسم جمع. ده اللي هنعرفه ايه دلوقتي مع بعض. تمام تمام. طيب عندي اول حاجه هنا هناخدها الاسم. طبعا قدامك اهوت قبل كل درس المفروض في صوره زي ديت بتقول لك الدرس بيتكلم عن ايه. اول حاجه الاسم. المستر كاتب لي هنا نعرف تعريف الاسم ومشتق من ايه، جاي منين، وتعريفه، بحيث لما انا اجي اذاكر ابقى عارف كل حاجه اصلها كانت ايه. تمام، بحيث لما اجي احل نلعب في الاسئله برضو انا فاهم هو بيعمل ايه. خلاص. طيب قال لك الاسم يا صديقي هو مشتق من الايه؟ من الكلمه، من اساسيات الكلمه. لما قلنا الكلمه كام حاجه؟ 7. اسم، ضمير، فعل، صفه، ظرف، حرف جر، ايه؟ اداه. فكل حاجه يعني مثلا النهارده الدايره دي هناخد الاسم، المحاضره اللي بعد الجايه هناخد مثلا الضمير، فهتلاقي معمول لها دايره كده. المذكره اللي معاك منظمه بشكل قوي جدا 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 عشان تذاكر بالراحه، يبقى ليك نفس انك تذاكر. خلاص. طيب جينا بعدها انا محتاج، انا كده عرفت هي مشتقه من ايه، مشتقه من الكلمه. طب رقم 2 تعريف بقى الاسم يا اولاد. قال لك والله يا مستر مصطفى الاسم ده هي كلمه. جميل، احنا عرفنا هي مشتقه من الكلمه، تستخدم للايه؟ للتسميه. انا لما بقول لك ايه انت اسمك ايه، البتاع ده اسمه ايه، الحيوان ده اسمه ايه، مثلا الجماد ده اسمه ايه، المكان ده اسمه ايه، يبقى هي كلمه تستخدم للايه؟ للتسميه، وتشمل اسم انسان، حيوان، مكان، جماد. تاني يعني اسم هي كلمه تستخدم للتسميه وتشمل، ممكن يبقى الاسم ده اسم انسان، ممكن يبقى اسم حيوان، ممكن يبقى اسم مكان، ممكن يبقى اسم جماد، ممكن يبقى اسم ماده خام، ممكن يبقى اسم معنوي. تعال نشوف على البورد كده. اسم انسان زي مين؟ بص كده، مصطفى، محمد، مريم، مراد، يوسف، عمر، آية، علي، سارة، نور، طارق، مي، أي اسم إنسان. جميل. قال لك يبقى حيوان، لايون، تايجر، كات، انسكت يعني حشرة، بيرد يعني طائر، كاو بقرة، جيراف زرافة، كروكودايل باندا يعني دب، هورس يعني حصان، شيب يعني خروف، إليفانت يعني إيه؟ يعني فيل. أليكس ممكن يبقى اسم مكان، الإسكندرية والاختصار الإكسندرية، كايرو، القاهرة، لندن، باريس، هوم، سكول، هوسبيتال، كومباني شركه، سيتي مدينه. ركز بقى، بص انا عامل لك حاجه حلوه اهي. سيتي مدينه صغيره، تاون مدينه كبيره، فيليج قريه. تعالى كده، سيتي زي ما مكتوب كده مدينه صغيره، هي مدينه بس صغيره. طيب تاون مدينه كبيره، يبقى سيتي مدينه صغيره، تاون مدينه اكبر. طيب الاصغر من السيتي فيليج، يبقى فيليج، سيتي، تاون. تاني بص كده، دي رقم 1. بص 1 2 3 بالترتيب كده. القريه الاصغر، ثم السيتي المدينه الصغيره، ثم التاون المدينه الايه؟ الكبيره. خلاص. حديقه يعني ايه؟ حديقه يعني بارك. ايرون الماده الخام، ممكن يبقى اسم ماده خام، حديد، سيلفر، فضه، جولد، ذهب، كبر، نحاس، ربر، مطاط، بيبر، ورق، جلاس، زجاج، كونكريت، خرسانه، كونكريت، الومنيوم، بلاستيك، ستيل، صلب، وود، خشب. جميل جميل. ممكن يبقى الاسم اسم معنوي، بيوتي الجمال، ايفل الشر. طب انا عاوز يا اولاد اجيب مثلا كلمه، مثلا بصوا كده معايا، انت بتقول لي ايفل، بص انا بحاول اطلع كلمات عشان احفظها، عشان ابقى كده اعرف اكتب باراجراف. ايفل يعني الايه؟ الشر. طيب عندنا كلمه تانية اسمها ايه؟ بص كده، ديفل. يعني ديفل يا اولاد؟ شيطان.
يعني ديفل شيطان. جميل جميل. طيب فريدم الحريه، اونستي الامانه، اكسبيرينس الخبره، نوليدج الكيدي سايلنت يعني سايلنت مش بتتنطق، لاف الحب، بيث السلام، سيفتي السلام والامان، كوايتنس الهدوء، اوبتيمستيك التفاؤل، فرستريشن الايه الاحباط. كل قدامك دي اسماء يا ولاد، بس ممكن يبقى الاسم انسان، حيوان، مكان، جماد الى اخره. طبعا زي ما انا عامل من شويه الاسماء تصنيفها حاجتين، اسم يعد واسم لا يعد. الاسم الذي يعد اسم جمع واسم ايه مفرد. دلوقتي هناخد الاسم المفرد وبعد كده الاسم الجمع وبعد كده هندخل في الاسم الذي ايه الذي لا يعد. فيها مشكله لغايه دلوقتي؟ مفيش مشكله. اول حاجه هناخدها مع بعض الاسم الايه الاسم المفرد. طيب انا دلوقتي يا ولاد عاوز اعرف الاسم المفرد ده يعني ايه اسم مفرد. تيجي ناخد تعريفه وبعد كده نطبق واحده واحده. قال لك هي اسماء يمكن جمعها، ينفع اجمعها. مثلا جمع بوك، بص كده، جمع بوك بوكس، جمع ستوري ستوريز، جمع واتش واتشز. يعني الاول كده بوك كتاب. مش عيب يا ولاد انك تترجم، مش عيب. كلمه كتاب كلمه خايبه وتافهه، بس انا دلوقتي بتعلم لغه، انا دلوقتي ضعيف، انا ميح، فلازم اكتب كل حاجه انا مش عارفها. ستوري قصه، واتش يعني ساعه، جمعها واتش. بص اس اي اي اس اي اس، فيها مشكله؟ طيب عرفنا يا مستر يعني ايه اسم ايه اسم مفرد. طيب بعرفه ازاي يا مستر؟ لو عطني مثلا قطعه كده بعرفه منين؟ او في سؤال جرامر قال لك بيجي قبلها او ان او ذا او ذيس او ذات او اتش او افري. تاني ان ذا ذيس ذات او ان ذيس ذات او ان ذيس ذات اتش افري ان ذيس ذات اتش افري ان ذيس ذات اتش ايه اتش افري. اي واحده من دول شفتها في الجمله اعرف اللي بعدها اسم مفرد. تعالى يلا اسالك كلمة بوك مفرد ولا جمع؟ هتقول والله يا مستر كلمة بوك دي مفرد لأن قبلها إيه؟ لأن قبلها كلمة ستوري قصة اللي عرفك إنها مفرد قبلها ذيس. كلمة بوي اللي عرفك إنها مفرد كلمة إفري. أورانج في قبلها آن، واتش قبلها ذات، باص قبلها اتش. يبقى لما ألاقي قبل الجملة قبل الكلمة بتاعتي أو آن أو ذس أو ذات أو اتش أو إفري يبقى على طول الاسم ده اسم إيه؟ اسم مفرد. طيب يا مستر كويس. قال لك بس خلي بالك بقى في حته مهمه جدا. ايه هي؟ ان الاسم المفرد المفروض اللي بعده على طول فعل مفرد. هتيجي تسالني طب يا مستر مصطفى يعني ايه فعل مفرد؟ هقول لك انا الفعل المفرد عباره عن از او ووز او هاز او فعل اخره اس او اي اس او اي اس. طب انا عايز احفظه بسهوله، هو اكتب يلا ورايا كده اي فعل اخره اس او اي اس او اي اس، اخره اس وخلاص. از فاجي اقول لك از اخرها اس، ووز اخرها اس، هاز اخرها اس، بلاي ولا بلايس بلايس، ريد ولا ريدز ريدز، رايت ولا رايتس رايتس. يبقى الاسم المفرد اللي قبله الحاجات دي كلها بيجي بعده اي حاجه اخرها اس. تمام تمام. تيجي نحل قبل الحل ذيس بوك الكلمه دي مفرد ولا جمع؟ هتقول له والله يا مستر مصطفى انت قلت لي لما تكون الكلمه قبلها ذيس يبقى بتاخد ايه؟ از. العقار مفرد ولا جمع؟ مفرد قبلها تاخد ووز. طيب اتش ستيود ادي اتش فتاخد الفعل في ايه؟ في اس. تيجي نطبق مع بعض، يلا بينا نطبق. ذا جيرل البنت، البنت مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى انت محتاج حاجه فيها اس اي ان جي ما تجيش لوحدها. احنا قلنا ار لا، قلنا هاف لا، قلنا يا از يا ووز يا هاز. ركز بقى. يبقى الكلمه لما يكون قبلها او ان او ذا او ذيس او ذات او اتش او افري اختار از ولا ار؟ از. ووز ولا وير؟ ووز. هاز ولا هاف؟ هاز. بلاي ولا بلايس؟ بلايس. رايت ولا رايتس؟ رايتس. ريد ولا ريدز؟ ريدز. خلاص طيب تمام. تعال نكمل. افري بو مفرد، يلا از ولا ار؟ از. في هنا حاجه ثانيه في ووز في هاز؟ لا. طيب ان مفرد ولا جمع؟ مفرد، يلا از ولا ار؟ از. في از هنا؟ لا. ووز ولا وير؟ ووز. في ووز اهي يا مستر. وير دي غلط، هاف دي غلط، ار دي غلط. جميل. اللي بعدها ذس مفرد ولا جمع اولاد؟ مفرد، يبقى محتاج حاجه فيها اخرها اس. في از؟ مفيش از. هاف ولا هاز؟ هاز. ووز ولا وير؟ ووز. يبقى ايه اللي فاضل؟ انكلودز ولا انكلود؟ انكلودز اخرها اس اهي. خلاص. طبعا بعد ما تخلص هنا مثلا بظلها عشان امتحاناتك بعد كده. الاولى ايه، الثانيه ايه برضو، الثالثه ايه، الرابعه ايه. خلاص تمام. الاسم المفرد خدناه يا ولاد. يبقى الاسم المفرد الفعل بتاعه مفرد. احنا نلخص، احنا متعودين بقى، احنا عايزين نلخصه. الاسم المفرد ركز يلا كده. بص كده. الاسم المفرد بالفعل بتاعه ايه؟ الفعل بتاعه مفرد. طيب
نرجع بقى. الاسم الجمع يا ولاد. طيب احنا دلوقتي عرفنا ما هو الاسم الايه؟ ما هو الاسم المفرد. تعالى ناخد ما هو الاسم الجمع. قال لك والله بكل بساطه ان الاسم الجمع له مفرد، زي كلمه بوكس مفردها ايه؟ بوك. كلمه ستوريز مفردها ستوري. طيب كلمه واتش واتشز مفردها واتش. تشيلدرن اطفال جماعه مفردها تشايلد طفل. من رجال مفردها مان. وومن نساء مفردها وومن امراه. فيت اقدام، اكتب يلا اقدام مفردها فوت قدم. طيب مايس فئران، عارف الفار اللي بيمشي ده؟ مفردها ماوس فأر. خلاص. طيب طيب قال لك الاسماء الجمع يا اولاد نوعين. جمع اسمه جمع منتظم، وجمع ايه؟ شاذ. فواحد هيسالني دلوقتي ما هو الجمع المنتظم وما هو الجمع الشاذ؟ الجمع المنتظم هو جمع اخره اس او اس او اي اس، زي بوك جمعها بوكس، ستوري جمعها ستوريز، واتش جمعها واتشز. شايف اللي بالاحمر ده؟ شايفها مستر. يبقى اي كلمه اخرها اس او اس او اي اس اسمه جمع منتظم. انما الجمع الشاذ هي كلمات لا اخرها لا اس ولا اي اس ولا اي اس، زي تشيلدرن اخرها اس لا، بيبول اخرها اس لا، من اخرها اس لا. ده جمع بس مش منتظم، ده بيحفظ كما هو. طب انا بعرفه ازاي؟ ما بتحفظ، انت بتحفظه زي ما هو كده، في مشكله؟ طيب عرفنا الاسم الجمع. طب يا مستر انت قلت لي الاسم المفرد فيه حاجات بتيجي قبله، انما الاسم الجمع برضه فيه حاجات بتيجي قبله. قال لك لما تلاقي في الجمله بتاعتي ميني على طول يبقى الاسم ده اسم ايه؟ جمع. بص كده، سيفرال اسم جمع. بص كده، ميني ماشي، سيفرال. الله كده نزوده بقى ده شويه. بص كده ادي ميني، سيفرال، فيو، افيو، a lot of، lots of، these، those، any، no، some، several. شايف كل الكلمات دي مالها مستر؟ قال لك الكلمات دي كلها الاسم اللي وراها لازم يبقى جمع. قد يكون جمع منتظم اخره اس واي اس واي اس، وقد يكون جمع شاذ ما فيهوش لا اس ولا اس ولا اي اي اس. ركز كده. حاجه اسالك، قول لي يلا الكلمه اللي قدامي دي جمع ولا مفرد؟ تقول لي يا مستر جمع. ايه اللي عرفك؟ قبلها ميني وبعدها اس. الكلمه دي قبلها زيس وبعدها اي اس، اخرها اي اس. قبلها صم وبعدها اس. بص كده، الوت اوف واخرها اي اس، زيوز زوز واخرها اي اس، فيو واخرها اس. يبقى انا بعرف منين؟ والله ببص على الكلمه، لقيت اي حاجه من دول الشويه اللي قدامك دول يبقى ده الاسم جمع. وممكن ما الاقيش الكلام ده كله ولا في الاخر اس او اس او ايس، زي بوكس، زي كارز، زي مثلا ابلز، زي اورانجز، زي بنس، وانت ماشي خلاص. طيب تعالى يلا نشوف كده. زيس بوكس، ادي زيس وادي بوكس، خدت ايه؟ خدت ار. كارز اخرها اس، خدت وير. ايه يا مستر؟ يبقى الاسم المفرد ياخد از ولا ار؟ از. الجمع ار. الاسم المفرد ووز ولا وير؟ ووز. الاسم الجمع وير. الاسم المفرد هاز ولا هاف؟ هاز. الاسم الجمع هاف. الاسم المفرد بلاي ولا بليس؟ بليس. الاسم الجمع بلاي من غير اس. خلاص؟ طيب تمام. قال لك الفعل بتاعها جمع، يلا از ولا ار؟ ار. ووز ولا وير؟ خلي بالك وير مكتوبه غلط، بص بقى غلطه اهي، وير كده بس كاتب انا غلط. خلاص. طيب هاز ولا هاف؟ هاف. طيب فعل في المصدر ولا فعل في اس؟ في المصدر. في طالب دلوقتي بيفكر بيقول ايه يا ترى يعني فعل في المصدر؟ الفعل في المصدر هو الفعل بدون اي اضافه، ما فيهوش لا اس ولا اي اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي ولا اي ان جي. تعالى فهمها لك. بص كده، بص يا ولاد، حاجه اسالك اقول لك ايه؟ يلا الكلمه دي مصدر؟ هتقول لي لا. ايه اللي عرفك اخرها اس؟ يبقى ده مش مصدر. الكلمه دي بص يلا مصدر؟ هتقول لي لا مصدر. ليه؟ مأخرها اي ان جي. الكلمه دي بص كده مصدر؟ لا مصدر، اخرها اي دي. الكلمه دي بص كده سليبس، مصدر؟ لا ده اخرها ايه؟ اس. طب يعني ايه مصدر بقى؟ قال لك كلمه زي بلاي فقط، لا اخرها لا اس ولا اي اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي ان جي. فيها مشكله كده؟ يبقى ده الفعل في الايه؟ في المصدر. يبقى الفعل في المصدر هو الفعل بدون اي اضافه، اللي فيه لا اس ولا اي اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي. طيب تمام. بص كده
a lot of ادي اخرها اس. ريد ولا ريدز؟ ريد لان دي جمع. تعال نشوف اسئله. these girls هؤلاء البنات. these دي جمع ولا مفرد؟ جمع. يبقى انا محتاج فعل ما فيهوش اس، ده غلط، ما ده مش هينفع. بلاينج ما تنفعش. ار بلاينج ولا هاز؟ ار بلاينج. طيب تمام. اللي بعدها صم دي جمع المفرد جمع والفعل اخره اس اهو. طيب از ولا ار ووز ولا وير يبقى انا هنا عندي غلطه عند مستر مصطفى ان هو كاتب لك اختيارين صح. الاختيار ار صح والاختيار وير صح، ومش هيجي لك كده في الامتحان الا لما ناخد الازمنه. خلاص. طيب a lot of books. طيب a lot of دي جمع، عايزه از ولا ار؟ عايزه ار. ووز ولا وير؟ عايزه وير. هاز ولا هاف؟ عايزه هاف. ايه اللي موجود عندك هنا؟ مستر عندي وير اهي. اللي بعدها طبعا دي اخرها اس ودي اخرها اس ودي اخرها اس. از ووز وهاز. افيو دي جمع ولا مفرد يا اولاد؟ هتقول لي يا مستر لا يا مستر ده افيو دي جمع. طب حلو. عايزه فعل اخره ايه؟ اخره اس؟ لا ما تنفعش. انكلودز. اي ان جي؟ لا. هاف ولا از؟ لا يا مستر الاجابه بتاعتي هاف. فيها مشكله كده يا اولاد؟ ابقى حدد بقى. طيب نكمل. طبعا ديت هتكون قراءة. هتكون ايه؟ قراءة. على كده هذا بس لون تاني. بص كده قال لك الجمع عندي نوعين، جمع منتظم وجمع غير جمع غير منتظم وجمع ايه؟ منتظم. الجمع المنتظم قلنا اخره اس او اس او اي اس. طبعا دي قراءه. تعالى ناخدها واحده واحده كده. هتقول لي يا مستر امتى اضيف للاس الجمع؟ امتى اقول بوكس وامتى اقول ستوريز وامتى اقول واتش امتى بحط اس واي اس واي اس؟ هي على حضانه بس احنا هنشرحها مع بعض. قال لك بص يا عمنا، عندنا اول حاجه الاس. امتى احط للكلمه اس؟ قال لك لو الكلمه منتهيه بحرف الاي حط لها اس. زي بص كده ابل. تعالى يلا كده. ابل تبقى ابلز اخرها ايه؟ تيبل. منضده ترابيزه اخرها تيبلز. تري شجره اخرها ايه؟ تبقى اس تريز. خلاص. طيب مستر امتى اضيف اس تاني؟ قال لك لو الاسم بتاعك منتهي بحرف الواي. فاكر؟ قبل الواي ساكن ولا متحرك؟ قال لك لا متحرك. حاجه اسالك سؤال، شوفك مذاكر ولا مش مذاكر. الحروف كم حرف؟ 26. كم متحرك؟ 5. كم ساكن؟ 21. ما هي الحروف المتحركه؟ الاي والاي والاي والاو واليو مجموعين في كلمه ايه؟ مجموعين في كلمه ايو. طيب بقيه الحروف حروف ساكن. قال لك لو الكلمه منتهيه بحرف الواي، حرف الايه؟ الواي مسبوق قبلها متحرك على طول. تعالى يلا. واي اخر حرف الواي. الايه متحرك ولا ساكن؟ متحرك، حط اس. اللي بعدها دي يوم اخر حرف الواي. قبل الواي متحرك نقوله ايه؟ تبقى نضيف اس على طول. هتيجي تقول لي يا مستر مصطفى معلش ما تديني كلمات تانية كده افهمها. تعالى افهمك. بص كده كلمه مثلا زي كلمه وليكن مثلا بوي ولد. اخر حرف الايه؟ الواي. قبل الواي حرف الاو. تبقى بص كده بويس. احط واي احط اس ولا اس ولا اس؟ هتحط اس. تعالى كده كلمه مثلا زي كلمه دي يوم. هي كلمه دي اخرها واو. قبل الواي ايه؟ تبقى ديس ايام. خلاص. فيها مشكله كده. وطريق نفس الكلام اخرها واي قبلها متحرك تحط لها ايه؟ تحط لها اس. يبقى انا تاني علشان برضو ما تتوهش مني، اخر حرف الواي قبلها او هنضيف لها ايه؟ هضيف لها اس. ركز معايا. دي اخرها واي قبلها ايه؟ حط لها اس. واخرها واي قبلها ايه؟ حط لها اس. ما عملتش حاجه. واي قبلها متحرك ايه؟ اي اي او يو حط لها ايه؟ حط لها اس. فيها مشكله كده يا اولاد؟ هتقول لها مستر طب امتى اي اس؟ قال لك اي اس احطها لما تكون منتهيه باي مقطع من اللي هقوله ده. سي اتش. اول ما الاقي الكلمه منتهيه بسي اتش حط لها ايه؟ اي اس. زي واتشز اخر حرف بص كده سي اتش سي اتش. طيب لو منتهيه باكس حط لها اكس. بوكس صندوق تبقى بوكسز. طب لو منتهيه بحرف الايه؟ الاس اتش ديش تبقى ديشز اطباق. اس باص تبقى باسز اخرها اي اس اهي اس باص حط لها اي اس. طب جلاس نضاره جلاسز نضارات. كويز تبقى كويزس
فيها مشكله، اللي هي كويز اللي هو الاختبار الصغير اللي هو بيبقى ايه مش امتحان كبير، يعني ايه زي تسميع كده. طب مستر معلش انا عندي سؤال، انت قلت من شويه اذا كانت الكلمه منتهيه بحرف الايه الواو، بحرف الايه الواو، زي اللي قدامك ده مثلا، بص كده زي ده مثلا كده، منتهيه بواي قبلها ايه متحرك. طب افرض كانت منتهيه بواي وقبلها ساكن، دي ليه قاعده؟ اه طبعا ليه قاعده، تعالى كده بص كده، تعال مثلا وليكن زي كلمه ستوري، يا ترى هنحط اس ولا اي اس ولا اي اس؟ والله هنشوف اخر حرف، اخر حرف ده الايه الواي، قبل الواي ده متحرك ولا ساكن؟ ساكن. قال لك في الحاله دي تعمل ايه؟ بتحط اس؟ لا، بتحذف الواي وتحط اي اس. لوري شاحنه اللي هي زي التريلا كده، اخرها ايه؟ اخرها واي، قبل الواي ده ايه؟ ار، متحرك ولا ساكن؟ ساكن. تحط الكلمه زي ما هي وتحذف الواي وتحط ايه؟ اي اس. فيها مشكله كده؟ يبقى تاني احنا عندنا لو الكلمه منتهيه بواي قبلها متحرك حط اس، منتهيه بواي قبلها ساكن شيل واي حط اي اس. فيها مشكله؟ تمام. اهو اذا كان من تم الاسم ينتهي بحرف الواي مسبوقه حرف ساكن 21 حرف يحذف له ونضيف اي اس. ستوري يعني قصه، ولوري يعني شاحنه، حذفت الواي حطيت اي اس واي اس. فيها مشكله كده؟ انما ستوري هتبقى ستوريز، لوري هتبقى لوريز. فيها مشكله كده يا شباب؟ ما فيهاش مشكله. طب مستر معلش في بقى جمع اسمه جمع ايه؟ في جمع اسمه جمع شاذ. اسمه ايه؟ اسمه جمع شاذ. زي يعني جمع شاذ لا فيه لا اس ولا اي اس ولا اي اس، ده بيحفظ كما هو. يا مستر ما بحفظوش، لا بتحفظوه. مثلا جمع كلمه مثلا بيرسون بيبول، مان من، وومن وومن، ماوس مايز، هي تحفظ زي ما هي كده. احنا طلعنا وكبرنا على ايه؟ على ما هي كده. تشايلد يعني طفل، بيرسون يعني شخص، بيبول يعني جمعها اللي هو الناس، ماوس يعني فقر، مايس فئران، مان رجل، من رجال، وومن امرأة، وومن ايه؟ نساء. خلاص طبعا الكلام ده كلام ابتدائي بس انا متعود ما بسيبش اي حاجة. خلاص يبقى تاني انا عندي الاسماء كم نوع؟ اتنين، اسم يعد واسم لا يعد. الاسم الذي يعد كم حاجه؟ اتنين، اسم مفرد واسم جمع. الاسم المفرد فعله مفرد، والاسم الجمع فعله جمع. طيب ما هو الفعل المفرد؟ وكل فعل ينتهي باس. از ولا ار؟ از. ووز ولا وير؟ ووز. هاز ولا هاف؟ هاز. بلاي ولا بليس؟ بليس. ريد ولا ريدز؟ ريدز. رايت ولا رايتس؟ رايتس. ده الاسم المفرد، بعرفه منين؟ بيجي قبله يا يا ان يا زيس يا ذات يا اتش يا ايفر. طب اتش وايفر مثلا معناهم ايه؟ معناهم كل. طيب تمام. الاسم الجمع قال لك هو كل اسم له مفرد، بوكس مفردها بوك، اورانجس مفردها اورانج. طب حلو يا مستر. الاسم الجمع فعله جمع. ما هو الفعل الجمع؟ هو كل فعل ما فيهوش اس، زي از ولا ار؟ ار. ووز ولا وير؟ وير. هاز ولا هاف؟ هاف. فعل فيه اس ولا في مصدر؟ في المصدر. بليس ولا بلاي؟ بلاي. رايت ولا رايتس؟ رايت. سليب ولا سليبس؟ سليب. ايت ولا اتس؟ ايت. ران ولا رانز؟ ران. تمام. طيب بعرفه من قال لك الاسم الجمع بيجي قبله ايه؟ ميني، بيجي قبله صم، اني، نو، الوت اوف، لوتس اوف. كل الكلام ده بيجي قبل ايه؟ قبل الاسم الايه؟ الجمع. وخدنا الاسم نوعين، الاسم الجمع ده كام حاجه؟ اتنين، جمع منتظم وجمع غير منتظم. الجمع المنتظم هو جمع اخره اس او اي اس او اي اس، انما الجمع الغير منتظم لا فيه لا اس ولا هي اس ولا اي اس. طيب يا ولاد عندنا كلمات جمع وليس لها مفرد، يعني اي حاجه مكونه من جزئين ليس لها مفرد. اي حاجه مكونه من جزئين ما ينفعش افصلهم عن بعض، زي البنطلون، زي الشراب، زي الملقاط، زي المقص، زي النضاره. الحاجات دي كلها اتنين مع بعض كده ما ينفعش افصلهم عن بعض. تمام. لان انت ما ينفعش تقول للراجل بتاع الهدوم لو سمحت يا عم انا عاوز الفرده دي وافصل البنطلون عن بعض، اقطعه كده اقول له انا هاخد دي وانت خد دي، اخد الرجل وانت رجل. لا مفيش الكلام ده. فاي كلمه اكتبها عندك في المربع ده، بص كده اكتبها هنا يلا كده. اي كلمه مكونه من جزئين ليس لها مفرد. اي كلمه مكونه من جزئين ليس لها ايه؟ ليس لها مفرد. طب يا مستر ما دام هي ملهاش مفرد، زي كلمه تراوزرز بنطلون مكون من جزئين، سيزورز مقص مكون من جزئين، تونجس ملقاط مكون من جزئين، جلافز مكون من جزئين اللي هو الكفار، شوز مكون من جزئين اللي هو الحذاء، ساكس اللي هو الشراب القصير اللي بتلبسه على الكوتش ده، طب ستوكنج اللي هو الشراب الطويل بتاع لعيبه كره القدم، طيب جلاسز اللي هي الايه؟ النضارات. طيب خلاص فهمناها. فهنا اقول ايه؟ تراوزرز. ما ينفعش اقول از لانها اصلا هي جمع، هي ملهاش مفرد ولكنها ايه؟ جمع. تيجي نحل، تعالى نحل. تراوزرز.
طب كلمه تراوزرز يا اولاد جمع ولا مفرد؟ هتقول لي يا مستر لا تراوزرز دي جمع. ايه اللي عرفك؟ لانها حاجه مكونه من جزئين. فايز ولا ار؟ از غلط. ووز ولا وير؟ هاز ولا هاف؟ هتقول لي هاف. فيها مشكله كده؟ طيب تمام. جلاسز ميك ولا ميكس؟ هتقول لها يا مستر احنا هنقول عليها ايه؟ ميك مش ميكس. غلط. از غلط. هاز غلط. فيها مشكله كده يا اولاد؟ طيب تمام. افرض يا مستر الكلمات دي قبلها بس بير في صح؟ من اول المحاضره قلت لك لما تكون الكلمه بادئه او ان او ذيس او ذات لازم تحط از ووز وهاز، حتى لو في كلمات مكونه من جزئين، حتى لو في كلمات مكونه من جزئين. فلما اقول لك ابير اوف تراوز تقول لي از ولا ار؟ تقول لي از. ووز ولا وير؟ تقول لي ووز. هاز ولا هاف؟ تقول لي هاز. فعل بلاي ولا بليس. رايت ولا رايتس. خلاص. طيب تعال نحل كده. يلا بص. تبقى از. تبقى ميكس. حط اي حاجه اخرها اس. خلاص. طيب تعال افرض يا مستر بدات الكلمه بذيس، انت قلت لي او ان او ذيس او ذات او اتش او افري، على طول تاخد از ولا ووز؟ هتاخد از. وتاخد ووز ولا ووز. هاز ولا هاز. ذيس على طول از. ار غلط. وير غلط. هاف غلط. طيب ذيس نفس الكلام. از ولا از. طب هل فين ار؟ غلط. هاز ولا هاف دي غلط. ميك ولا ميكس؟ احنا عايزين حاجه اخرها اس. طب يا مستر معلش افرض كانت زيس، احنا قلنا من شويه في اول المحاضره ان لو لقيت زيس او زوس او ميني او لوت اوف يبقى الكلمه دي جمع يا مستر. كده لو الكلمه جت لوحدها جمع او ان مفرد او زيس مفرد، اتش مفرد، افري مفرد. طب لو جاب لها زيس وزوس والكلام ده كله يبقى جمع. ار وير وهاف. بص كده زيس تبقى ار. از غلط. ووز غلط لازم تبقى وير. هاز غلط لازم تبقى هاف. طيب تاني ملحوظه عندنا، قال لك يا مستر انا عندي في كلمات تنفع مفرد وتنفع جمع، بس بعرفها من الفعل بتاعها. لو لقيت از ووز وهاز تبقى الكلمه دي مفرد. لو لقيت ار وير وهاف، از ووز وهاز مفرد، ار وير وهاف فعل ايه؟ جمع. قال لك كلمه زي كلمه بيبو، بص على الفعل لقيته از ووز وهاز معناها الشعب، لقيت ار وير وهاف معناها الناس. سيريس سلاسل، لقيتها ار وير هاف تبقى سلاسل، از ووز وهاز تبقى سلسله. ركز. دير غزلان، لقيتها ار وير هاف تبقى غزلان، از ووز هاز تبقى غزاله. طب جميل. ماثماتكس حسابات، لقيتها ار وير هاف معناها حسابات. الحسابات بتحسب ايه؟ حسابات الشركه والكلام ده كله. طب لو لقيتها از ووز وهاز علم الرياضيات يبقى دي مفرد. اكتب عندك كده اي علم مفرد. ستاتكس الاحصائيات اللي هي مثلا زي واحد شغال مثلا في الاداره الصحيه فبيقول ايه؟ بيحسب معدل المواليد ومعدل ايه؟ الوفيات. خلاص. مثلا ايام كورونا كانوا بيحسبوا ايه؟ الاحصائيات، معدل الناس اللي ماتت من كورونا واللي شافت من كورونا واللي اخذوا جرعه كورونا والكلام ده كله اسمها الاحصائيات. طب لو كان علم يبقى از ووز وهاز معناها علم الاحصاء. فيها مشكله في المثال اللي قدامك ده. طب يا مستر معلش فكرني بالفعل المفرد. الفعل المفرد هو از ولا ار؟ از. ووز ولا وير؟ ووز. هاز ولا هاز؟ بلاي ولا بليس؟ رايت ولا رايتس؟ ريد ولا ريدز؟ طب حلو. الفعل الجمع مصر از ولا ار؟ ووز ولا وير؟ هاز ولا هاف؟ بلاي ولا بلاي؟ رايت ولا رايت؟ ريد ولا ريد؟ ران ولا رن؟ جميل. في المثال ده ار دي جمع ولا مفرد؟ جمع يبقى بيبول بمعنى الناس. از مفرد ولا جمع؟ مفرد يبقى بيبول بمعنى الايه؟ الشعب مطلع فاصل من فوق. فيها مشكله كده يا شباب؟ عندنا بقى دي مهمه جدا 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 جدا. قال لك هناك كلمات مفرد. كلمات ايه؟ مفرد اخرها اس، بس الاس دي اصليه مش اس الجمع. كلمات تنتهي باس ولكنها مفرد. اول ما تسمع كلمه مفرد يبقى بتاخد از ولا ار؟ از. ووز ولا وير؟ ووز. هاز ولا هاز؟ بلاي ولا بليس؟ ريد ولا ريدز؟ ران ولا رانز؟ اول كلمه كلاسيكس ما ينفعش الاس. هيجي واحد طيب يقول لي لا ما ينفعش الاس يا مستر، في حاجه اسمها كلاسيك. يا حبيبي دي اسمها الادب الايه؟ الكلاسيكي، ولكنها هنا اس اصليه معناها الدراسه اليونانيه لما تطلع تدرس بره مصر. فلما الاقي الدراسه اليونانيه او الكلاسيكس اقول على طول ايه؟ از ولا ار؟ از. ووز ولا وير؟ ووز. هاز ولا هاز؟ بوليتكس علم السياسه، اول ما الاقي كلمه بوليتكس اختار از ولا ار؟ از. ووز ولا وير؟ ووز. هاز ولا هاز؟ وانت ماشي. فيزيكس نفس الكلام از ووز وهاف. ماثماتكس علم الرياضيات از ووز وهاف. الكترونكس علم الالكترونيات از ووز وهاز. جيناتكس علم الوراثه از ووز وهاز. ايكونومكس از ووز وهاز. جيمناستكس هتقول لي ده العاب الجمباز ده اخرها اس والعاب دي جمع. لا الاس هنا اصليه. اثليتكس نفس الكلام. لينجويستكس اللغويات نفس الكلام. في المثال ده الاثليتكس جمع ولا مفرد؟ مفرد يا مستر مش جمع. لا مش جمع ده مفرد ولكن اس هنا اس اصليه فتاخد از. فيزيكس الفيزياء تاخد از. ما هو الفعل المفرد؟ از.
was has فعل اخره اس او اس او اي اي اس. طيب يا اولاد تعالى، عندي قاعده بتقول ان الصفه لا تجمع. ركز كده، بص كده، الصفه لا تجمع، وحط لي تحتها مليار خط. مش فاهم انا لما اجي اقول لك مثلا ركز كده، كلمه زي كلمه ريتش، يعني ريتش هتقول لي يا مستر غني، برافو عليك. كلمه زي كلمه بور، فقير، جدع. تجمعها لي كده، اجمع لي كده الكلمه دي، هتقول لي يا مستر جمع ريتش، يلا والله ما انا مزعلك، ريتشز. وجمع بور، بورس. يا حبيبي بورس اللي بيمشي على الحيطه. الكلام ده غلط. ليه يا مستر الكلام ده غلط؟ اقول لك انا ليه غلط. ده غلط وده غلط. طب ايه الصح بتاعها؟ انت مش قلت من شويه ان الصفه لا تجمع؟ طب اجمعها لي كده. قال لك هتحط قبل الصفه ذا وتحط بعدها الكلمه، فهقول ايه؟ زبور، او مثلا خلينا ذا ريتش. هنا هخليها ذبور الفقراء. مستر معلش، انت لما هتلاحظ ذا حولتها لصفه جمع يعني؟ لا، انا حولتها الى اسم جمع. والاسم الجمع احنا متفقين من اول المحاضره ان الفعل بتاعه جمع، اللي هو بياخد ار او وير او هاف او فعل في الايه؟ في المصدر. يبقى انا لما حطيت للصفه ذا حولتها لاسم جمع. طب ما انا عندي طريقه تانية. ايه الطريقه التانية؟ اقول الصفه اهي، احطها زي ما هي كده، واجيب بعدها كلمه اسمها كلمه ايه؟ بيبول. اقول الناس الفقيره. اديني مثال كده. فلما اجي اقول لك مثلا زبور الفقراء، دي ما عادش ايه صفه، ده بقت اسم جمع. اقول لك نقط جميل طويله مثلا، يلا الفقراء ناس طويله، بلاش طويل. هقول لك مثلا فقراء نايس، رائعين، اختار يلا از ولا ار. هتقول والله يا مستر هنا هتكون اسم جمع. ليه؟ لان انت عطاها ذا. طب بعد كده ناخد ممكن يبقى يكون معناها الفقر. طيب بص كده يلا، ذا ريتش، يعني ذا ريتش الاغنياء، رائعين. از ولا ار؟ هتقول لا يا مستر انت حولتها لاسم جمع، هتبقى تاخد ايه؟ هتاخد ار. يبقى الصفه تجمع، هتقول لك ده الصفه لا تجمع. طيب تتحول الصفه لاسم ايه؟ اسم جمع. بور هتبقى زبور، ريتش هتبقى ذا ريتش، بريف شجاع. بريف يعني ايه؟ شجاع، تبقى ذا بريف. ما ينفعش اجمع الايه؟ الصفه. او تحط لها بور بيبول، ريتش بيبول، بريف بيبول. تمام؟ تعال نحل. بور بيبول الناس الفقيره. فيلز ولا فيل؟ هتقول لا احنا عاوزين فعل ايه؟ عاوزين فعل جمع اللي هو ار او وير او هاف او فعل في الايه؟ في المصدر. فعل في المصدر يعني فعل ما فيهوش اس. طب اللي بعدها ريتش بيبول الناس الاغنياء، از ولا ار؟ هتقول لي خلاص بص كده، زبور تبقى فيل، ذا ريتش هتبقى ار. خلاص، وهكذا يا ولاد. احنا كده اخذنا الاسماء. قلنا الاسماء نوعين، اسم يعد واسم لا يعد. خدنا الاسم الذي يعد، خدنا الجمع، وخدنا الايه؟ المفرد. وهنا بقى الاسم الذي لا يعد، وتقريبا هيبقى معظمه حفظ. هنا هتبقى في شويه حفظ، هتحفظ الاسماء التي تعد. انت ما عندكش مصدر تحفظ كلمات منه الا الاسماء التي لا تعد. كميه اسماء انا شرحت لك كل فتفوته في الاسم التي لا تعد، الاسم الذي لا يعد. خلاص، ما هو الاسم الذي لا يعد؟ قال لك في كم ملحوظه لازم أن تعرفها عن الاسماء التي لا تعد. الاول ايه هي يا مستر؟ ان هي اسماء ليس لها مفرد، ما ينفعش اجيب منها مفرد. ما اقولش مثلا ايه؟ مفرد خبز خبزايه، لا. ما اقولش مفرد جبن جبنايه، ما فيش الكلام. مفرد لحمه لحمايه، ما فيش الكلام ده، ملهاش مفرد. جميل. وليس لها جمع، ما ينفعش اجمع لحمه، ما اقولش شويه، ما اقولش ميتس، ما اقولش بريدز، ما اقولش ووترز، ما فيش الكلام ده كله. خلاص طيب تمام. يبقى هي اول حاجه هي اسماء ليس لها مفرد وليس لها ايه؟ جمع. يبقى تاني هي اسماء ليس لها مفرد وليس لها ايه؟ وليس لها جمع. تمام، قلنا ما ينفعش اجيب مفرد وما ينفعش اجيب جمع. طيب هي ما دام مالهاش مفرد ينفع احط قبلها او ان؟ هتقولي لا يا مستر ليه؟ لان او ان كانت بتيجي مع الاسم الايه؟ فاكر اقول لك انا يا مستر كانت بتيجي مع الاسم المفرد. طب هي مالهاش مفرد، ازاي احط لها او ان؟ جميل، انت كده بدات تفهم. ولا تحط زيس ولا زوس. ليه يا مستر؟ لان يا مستر زيس وزوس كانت بتيجي مع الجمع، وهي اسم ملوش جمع ولا مفرد، ما ينفعش احط لهم الحاجات اللي بتيجي مع المفرد مع الجمع. وصلت؟ طيب تمام.
قال لك ياتي بعدها فعل مفرد. ايه ده ايه ده في بقى اكتب الملحوظ ده عندك عشان انتوا في المدارس المدرسين بيقولوا انتوا بتغلطوا، المدرسين مش بيخطئوا، انتوا اللي اخطاء عندكم انتوا. قال لك الاسم الذي لا يعد يعامل معاملة، ركز كده، المفرد. فيجي طالب يقول لي يا مستر مصطفى انت مش قلت لي هو ملوش مفرد؟ المستر بتاعي في المدرسه قال لي ان الاسم الذي لا يعد يعامل معامله الايه؟ يعامل معامله المفرد، فانا مش فاهم الحته دي. اقول لك المدرس يقصد ايه؟ المدرس مش خطا، بس انت فهمتها غلط او هو وصلها لك غلط. ده معناه، ركز كده معايا، اقول لك انا يقصد المدرس بتاعك ايه. ان الاسم، ركز كده، الذي لا يعد، الاسم ايه؟ الذي لا يعد، والاسم المفرد الاتنين بيشتركوا في حاجة اسمها الفعل المفرد. فلما المستر بتاع المدرسة يقول لك الاسم الذي لا يعد يعامل معاملة المفرد، ده معناه ان هو والاسم المفرد هما الاتنين بيشتركوا في حاجة واحدة بس. ايه هي؟ ان الاتنين بياخدوا از، والاتنين بياخدوا ووز، والاتنين بياخدوا هاز، والاتنين بياخدوا بلاي ولا بليس، ريد ولا ريدز، ران ولا رانز، اي فعل اخره اس. يبقى تاني عايزك تبقى فاهم ان لما اي حد يقول قدامك الاسم الذي لا يعد يعامل معامله المفرد، تقول له ده يا مستر هو يقصد ان الاسم الذي لا يعد والاسم المفرد الاثنين بيشتركوا في حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان هما الاثنين بياخدوا فعل مفرد، الاثنين بياخدوا از، والاثنين بياخدوا ووز، والاثنين بياخدوا هاز، والاثنين بياخدوا فعل في اس واي اس واي اس. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. خلاص فهمنا الحته دي؟ فهمنا الحته دي. طب يا مستر معلش كده بقى، الاسماء لا تعد كتير جدا عليا وانا مش هعرف احفظهم، عشان اقعد احفظهم كده زي حفظ كلمات الملك انا هنساها وده طبيعي. فانا قسمتهم لك بطريقه لذيذه جدا 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 جدا. تعال نشوف الطريقه دي. الاسماء التي لا تعد 4 حاجات: مأكولات، مشروبات، كلمات عامه، سلمان. مين سلمان ده مصر؟ هقول لك عليه تاني. مأكولات، مشروبات، كلمات عامه، سلمان. مأكولات، مشروبات، كلمات عامه، سلمان. مأكولات، مشروبات، كلمات عامه، سلمان. اي مأكولات لا تعد، اي مشروبات لا تعد، اي سلمان لا يعد. تعال نشوف الموضوع ده واحده واحده. مأكولات، مشروبات، كلمات عامه، سلمان. تعال بقى نشوف الليله دي كلها. قال لك مأكولات زي ايه يا اولاد؟ تعال عشان تقرا وتركز في النطق بتاعي. رايس، الارز لا يعد. بريد، خبز لا يعد. شيز، جبنه لا يعد. كل دول بياخدوا ايز ووز وهاز. ميت، لحمه لا يعد. فيش، سمكه. تشيكن، دجاج. بتر اللي هي الزبده. شوجر، السكر. سولت، ودي سلد. دي سولت ودي سلد. دي سولت ودي سلد. سولت ملح، سلد ايه؟ سلطه. فلور، دقيق. شوكليت، ما اسمهاش شوكولات، شوكليت بالانجليزي. هاني، العسل. باستا، المكرونه. صوص، الصوص بتاع نحطه على الاكل ده. جام، كاتشب، مايونيز. يوجرت، يوجرت اللي هي الايه يا اولاد؟ الزبادي. ايس، بص بقى عدل دي، خلي هنا ايس قبل كلمه كريم. ايس كريم. كل دول بياخدوا ايزو بوز وهي. فلو امتحان جه قال لك ايه مثلا؟ تشيكن، جه قبلك مثلا باستا، قال لك رايس، قال لك خبز، قال لك اي حاجه من دول بتاخد ايزو بوز وهاز. طيب تمام. رقم 2 المشروبات، ركز. ووتر، ميه. ميلك، لبن. جوس، عصير. تي، شاي. كوفي، قهوه. هوت شوكليت اللي هي مشروب الهوت شوكليت ده اللي هو اللي بتاع السخنه دي، زي اسمها ايه؟ النسكافيه الساخن ده. ليموناد اللي هو عصير ليمون. فروت بانش، كوكتيل فواكه، عارف كوكتيل كده. طيب صودا، المشروب الغازي. سوفت درينك اللي هي المشروبات الغازيه، اكتب جنب كلمه غير كحول كده، مشروبات ايه؟ غازيه. انرجي درينك، مشروب الطاقه، مش بيخليه يديك طاقه تطير، لا، مشروب الطاقه اللي هو زي المشروب الاحمر ده اسمه ستينج ده اللي هو كان مكتوب عليه من بره مشروب الطاقه. طيب ميلك شيك، ميلك شيك اللي هو ده نوع من انواع اللبن كده. سموزي، فاكهه مخلوطه، يجيب لك مثلا موز على برتقان على مثلا فستق على سوداني على كاجو في الخلاط، ده اسمه ايه؟ سموزي، فاكهه مخلوطه. ايس دي تي، شاي متلج. مينرال ووتر، مياه معدنيه، اسمها مينرال ووتر، اسمها ايه؟ مينرال ووتر. كولا اللي هي الايه؟ الكولا. دي كلها مشروبات بتاخد ايزو ووز وهاز. طب تيجي بقى اللي في الكلمات اللي بتيجي في امتحانات الثانويه العامه، دي معظم الكلمات اللي بتيجي. انفورميشن، معلومات. ادفايس، نصيحه، بالسي مش بالاس، بالاس ينصح، بالسي نصيحه. نيوز، اخبار. هوم ورك، ماني. فرنيتشر. لاجج، اكوبمنت. ترافيك. بوليوشن، التلوث. باور، قوه او طاقه. الكتريستي، السي الاولانيه كاف والسي الثانيه سين. الكتريستي. اير، هواء. سند، رمال او رمله.
بروجريس التقدم، ميوزك ميوزك، ارت فن، فن يعني متعه، education يعني تعليم، ريسيرش معناها البحث العلمي، ويذر الطقس، تايم الوقت، لك الحظ، هيلث الصحه انما هيلثي صحي، سموك دخان، سانشاين ضوء الشمس، سانشاين، داست الغبار، فاير نار او مدفأة، جيلاري اسمها جيلاري جيلاري. طيب تمام. ما هي سلمى؟ خدنا المأكولات وخدنا المشروبات وخدنا الكلمات العامة تيجي في امتحان الثانوية العامة، كل دول بياخدوا إذ ووز وهذا أي فعل آخره اس. حلو. ما هو سلمان بقى؟ والله المستر مصطفى بتاعك فضل يجتهد لغاية ما وصل لكلمة تلم لك كل الحاجات دي كلها. طب مستر مصطفى اجتهد وصل لإيه؟ بفضل الله عز وجل جبنا لك كلمة فيها كل الكلمات، بس عايزك تصحصح في اللي أنا هقوله. إزاي يا مستر؟ إيه الكلمة دي؟ سلمان. ما تيجي نترجم الكلمه دي، هتقول لها مستر والله انت لما تيجي تكتبها بالانجليزي تكتبها كده اس ال ام معلش تاني كده، اس وادي ال وادي ام وادي ايه وادي ان، صح؟ سلمان. طيب احنا بس ضفنا حاجه من عندنا، كمان اس وكمان ال وكمان ام وكمان ايه، بقت اس 2 اس و2 ال و2 ام و2 ايه وواحده ان بس، سلمان. كل كلمه من ديت لها رمز، اول حرف من اول الكلمه، كل كلمه لها مجموعه. تعال نشوف بقى سلمان. ايه سلمان دي؟ قال لك الاس سبورت، اول حرف من كلمه سبورت، اي رياضه لا تعد. اي رياضه ايه لا تعد؟ فوتبول، باسكت بول، تمام، فولي بول وانت ماشي. تاني اس يا مستر قال لك سكول سبجكت، المواد المدرسيه، اي ماده مدرسيه لا تعد. حلو. طيب اللي ليكويد السوائل، اي سائل لا يعد. لانجويج اللغات، اي لغه لا تعد. ام ماتيريال مواد الخام، اي ماده خام لا تعد. ام ميلز وجبات، اي وجبه لا تعد. اكتيفيتيز الايه بتاعت الاكتيفيتيز، اي انشطه لا تعد. ابستراكت دي اسماء معنويه، اكتبها عندك يلا، اي اسم معنوي لا يعد. نيتشرال فينومينا الظاهره الطبيعيه، اي ظاهره طبيعيه لا تعد. تعالى بقى بص عندك كده، انا عامل لك حاجه حلوه في المذكره بتاعتك، كل واحده فوق بالانجليزي وتحت بالايه بالعربي. خلاص. طيب الرياضه الجماعيه، دلوقتي عندنا الرياضه يا اولاد انواع، في رياضات جماعيه، رياضات فرديه، رياضات قتاليه، رياضات مغامرات. مش فاهم؟ اول حاجه في الرياضه الجماعيه اللي هي عارفين، فوتبول باسكت بول، فولي بول كره الطايره، هاند بول، بيسبول اللي هو في رياضه اسمها بيسبول، ومحدش يسالني في انواع، لا تخش على النت ابحث عنها، انا والله ما بعرف رياضه قد كده. رجبي اللي هو لعبه اسمها الرجبي، هوكي، كريكت دي رياضه، بولو، ووتر بولو، سوفت بول، سكر. اقراهم تاني، فوتبول، باسكت بول، فولي بول، هاند بول، بيسبول، رجبي، هوكي، كريكت، بولو، ووتر بولو، سوفت بول، سكر. خلاص. طيب تعالى الرياضات الفرديه اللي انت ممكن تلعبها لوحدك بقى، تعالى يلا. تنس، تيبل تنس، بادمنتون الريشه الطايره، جولف، سويمنج، اثليتكس العاب القوه، رانينج، سايكلينج، جيمناستكس، سكيت بوردنج التزلج اللوح اللي بتقف على اللوح كده وبتجري بيه، سيرفنج، سكيينج الاولى الاي اولى ايه والاي الثانيه اي، سكيينج، سنوبوردنج، ارشري اللي هي الرمايه بالقوس، في ناس عندها ايه الرمايه اللي هي بترجع بالسيف كده وبترمي. قال لك وفي الرمايه الناريه شوتنج، بيبقى تقريبا كده بيرموا برضو حاجات بالاسهم كده، بس الاسهم دي بيبقى فيها نار، اسمها ايه بس كده، شوتنج، كلايمبنج، بودي بيلدينج، يوجا، طبعا عارفين الايه اليوجا. قال لك في رياضات برضو قتاليه، بوكسنج، كاراتيه، جودو، تايكوندو، ريستلينج. ام ايه ديت اختصار لايه يا اولاد؟ قال لك والله يا مستر الام الاولى اختصار لحاجه اسمها ميكسد، فخدت حرف الام الثانيه حاجه اسمها مارشال. طب يعني ايه يا مستر مارشال؟ قتالي، والايه ارتس، يبقى ميكسد مارشال ارتس. خلاص. طيب في رياضه المغامرات بقى، زي كلايمبنج التسلق، جاي من كلايم بيتسلق،
هايكنج التنزه الجبلي، سيرفنج ركوب الامواج، سكاي دايفنج القفز بالمظلات. وكلمه دايفنج لوحدها معناها الايه؟ الغوص. لو شلت كلمه سكاي معناها الايه؟ الغطس. كل الرياضات دي ولا بتاخد از ووز وهاز واي فعل اخره اس. تمام. رقم 2 المواد المدرسيه. ايه المواد المدرسيه اللي عليا؟ قال لك تعالى بيولوجي الاحياء، كيمستري الكيمياء، فيزيكس الفيزياء، جيولوجي، environmental science علوم البيئة، environmental science، history التاريخ، الجغرافيا، فيلسوفي الفلسفة، بيور البحث، الجبرة اللي هو الجبر، جيومتري الهندسة، كالكوليز اللي هو التفاضل والتكامل، ميكانيكس الميكانيكا، ستاتيكس علم الإحصاء، سكيولوجي المنطق، ماثماتكس الايه؟ الرياضة. طب تعالى في السوائل بقى اللي هي حرف ال ووتر، هي المفروض اصلا وورر، ميلك، جوس، اويل، جازولين هو البترول هو البنزين، الكحول اللي هو الكحول، هاني العسل، سوب اللي هي الشوربه، بلاد الدم، بيرفيوم او كولون اللي هي الكولونيا. عارفين الكولونيا بتاعت زمان؟ يقول لك ايه؟ انا رايح اشتري كولونيا اسمها البرفيوم. تمام. صوص، انك يعني الايه؟ الحبر، انك الحبر. خلاص. طيب اللغات الثانيه، انجلش الانجليزيه، عربيك العربيه، اسبانيش، فرنش اللغه الفرنسيه، فرنش، جيرمان المانيه، ايطاليا يعني، ايسلندك الايسلنديه، تركش التركيه، دانش الدنماركيه، بورتوجيس البرتغاليه، روشيان اللي هي الروسيه، هي اصلا روسيا معناها رشا، روشيان اللغه الروسيه، تشاينيز الصينيه. طب الصين تشاينا طبعا ده هناخده قدام، كل اللي انت بتفكر فيه هتلاقيه في الكتاب بتاعك. جابانيز اليابانيه، رومانيان الرومانيه، ارمينيان الارمانيه، بولش البولنديه، هندي اللي هي الهنديه طبعا دي غنيه عن التعريف، نيبالي النيباليه. خلاص. طيب عندنا بعد كده الاول حرف في كلمه المواد الخام ماتيريال الحرف الام، ايرون حديد، كونكريت خرسانه، كونكريت كاف، جولد كبر نحاس، كبر سيلفر ليد الرصاص، جلاس بيبر الورق، ربر مطاط، بلاستيك ستيل الصلب، الومنيوم وول الصوف، كوتون القطن، ليذر الجلد، زنك اللي هو الايه؟ الزنك. طيب تمام. الوجبات الحرف الام الثاني اللي هو ميلز وجبات، بريكفاست وجبه الافطار، لانش الغداء، دينر العشاء، سناك وجبه خفيفه. طالب دلوقتي او طالبه بتفكر تقول ايه؟ والله سناك يعني يا مستر سناكس جميل والله كلامك صح، بس دي اسمها سناكس مقبلات اللي هي السوداني والفستق والكاجو واللب والحاجات دي كلها. دي فيها اس، دي ما فيهاش اس. سناك وجبه خفيفه ملهاش جم، هي الكلمه كده. طب لو حط لها اس، الاس دي اصليه سناكس ما ينفعش اقول سناك مقبلات سناكس. هتقول لها مستر طب ما في كلمه كمان معناها ثعبان، لا دي اسمها سنيك. يبقى سناكس مقبلات، سناك بس وجبه خفيفه اللي هي بتاكل سندوتش تطلع بالليل كده بتتسحب في المطبخ زي الفار كده وتعمل لك سندوتش بسرعه كده، دي اسمها وجبه خفيفه. خلاص. انما سنيك ثعبان فيها مشكله كده. مين كورس الوجبه الرئيسيه، فاست فود وجبه سريعه. مين طالب عبقري يقول لي كلمه فاست فود لها معنى تاني؟ ايه بقى المعنى ده؟ جانك فود. يعني ايه جانك فود؟ وجبه سريعه. كلمه وجبه سريعه اللي هو الدليفري تجيبه من بره. خلاص. طيب الانشطه بقى مستر اكتيفيتيز اللي هي حرف الايه؟ بلاينج اي فعل منتهى باي ان جي، دروينج الرسم، ريدنج القراءه، سويمنج السباحه، رايدنج ابيسايكل، رانينج، شوبينج، ووكينج، واتشنج ا موفي، listening تو ميوزك، فوتوغرافي، كوكينج، رايتنج، ريدنج. كل دي اسمها انشطه ولاد احنا بنعملها. خلاص. كل ده بياخد برضو ايه؟ لا نفكركم عشان انا عارف نسيتم. از ووز وهاز وفعل اخره ايه يا اولاد؟ اس. طيب تعال اسماء معنويه، ابستراكت، لاف الحب، سادنس الحزن، هابينس الفرح، انجر الغضب، فير الخوف، هوب الامل، كاريج
hatred الكراهية، compassion الشفقة، modesty الحياء، safety السلامة والأمان، freedom الحرية، joy السعادة، stability stability الاستقرار، chaos 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 الفوضى، tension التوتر، ambiguity الغموض، هتاخد تسانو ambiguous غامض، relaxation الاسترخاء، frustration الإحباط، creativity الإبداع. ركز. thought الفكر، knowledge المعرفة، wisdom الحكمة، understanding الفهم، evil الشر. انما عندنا كلمة اسمها devil شيطان، evil الشر، devil شيطان، لو حطيت قبلها دي تبقى شيطان. vision رؤية، opinion رأي، trust الحقيقة، imagination الخيال، justice العدالة، honesty الأمانة، او تاخد ان، فاكرين؟ generosity الكرم والسخاء، تبقى انسان كريم كده. respect الاحترام، sacrifice التضحية. امال الضحية يعني victim، خلي بالك دي معناها ضحية، دي التضحية. sincerity الصدق، sincerity loyalty الإخلاص، patience الصبر، optimism الأمل، success النجاح، positivity معناها التفاؤل. تعالى في الظاهرة الطبيعية اللي هي natural phenomena، rain المطر، snow التلج، hail البرد، fog الضباب، thunder الرعد، ستورم امسح الكلمة دي عاصفة، عدل يلا ورايا. دروت الجفاف، خلي بالك في كلمة اسمها درافت بالاي، دي درافت يعني بقى دي قال لك طيار هوائي او رياح عاتية. خلاص. فراست، ركز بقى كلمة فراست امسح كده وخليها الصقيع، كلمة الصقيع يا اولاد اللي هي السقعة. وايند امسح دي خليها الرياح، طبعا دي اخطاء عندي انا اسف عليها. ولايتنج اللي هو الايه؟ البرق. خلاص. اخر حاجة يا اولاد بقى عندنا في كلمات بتبقى جمع وفي كلمات ممكن تبقى تعد وكلمات لا تعد. بعرفها منين؟ طبعا اتفقنا من شوية في اول المحاضرة ان اي اسم يعد قبله ا او ان، صح؟ واي اسم اخره اس او اي اس او اي اي اس او قبله ميني وصم وقالت اوف، الكلام ده كله اسم جمع. طب افرض ما كانش قبله اخره اس ولا قبله او ان ولا الكلمات دي كلها، يبقى اسم لا يعد. يبقى الاسم الذي لا يعد لا يسبق لا بآ ولا بأن ولا يسبق بأي حاجه. خلاص. فلو لقيت كلمه ما لهاش قبلها حاجه ولا بعدها حاجه يبقى اسم لا يعد. تعالى كده الكلمه اللي قدامك دي يعد ولا يعد؟ تقول لي يا مستر يعد قبلها تبقى معناها جريده. يبقى بيبر لو قبلها معناها جريده. طب بيبر لو ما قبلهاش حاجه ولا بعدها حاجه يبقى ورق الكتاب اسم لا يعد. اللي بعدها اورنج اخرها اس يا مستر، ده جمع. هنا قبلها حاجه؟ لا. بعدها حاجه؟ لا. قال لك هنا بمعنى اللون. يبقى كلمه اورنج لو اخرها اس تتجمع برتقال. طب قبلهاش حاجه ولا بعدها حاجه اسم لا يعد هنا بمعنى اللون. انا لا احب البرتقال، انا افضل انا احب الاحمر، انا افضل الايه؟ انا لا احب البرتقالي ولكن احب اللون الاحمر. ان ايرون قبلها ان مفرد ولا جمع؟ مفرد بمعنى مكواه. يبقى ايرون لو قبلها حاجه بمعنى مكواه، بعدها حاجه بمعنى مكواه. طب ايرون ما قبلهاش حاجه ولا بعدها حاجه بمعنى حديد. هي اشترت ان ايرون، اشترت ايه؟ اشترت مكوى. هذه الترابيزه مصنوعه من المكوى ولا من الحديد؟ من الحديد. I'd like to buy a chicken قبلها يعد ولا يعد؟ يعد. مفرد ولا جمع؟ مفرد بمعنى دجاج. انا اود ان اشتري دجاج. Do you like chicken؟ هل تحب لحم الدجاج؟ قبلها حاجه لا بعدها حاجه لا يبقى اسم لا يعد، وما دام اسم لا يعد يبقى لحم الدجاج. اللي بعدها he went to London 3 times قبلها عدد واخرها اس يبقى اسم يعد. بص كده هو ذهب الى لندن كم مره؟ 3 مرات. يبقى كلمه تايمز اذا كان معناها مره يعد. I don't have any time. طيب قبلها حاجه؟ لا. بعدها حاجه؟ لا. يبقى معنى الوقت. انا لا امتلك اي وقت، ما عنديش وقت. I see 2 hairs on your jacket. انا شفت شعرتين على الجاكيت بتاعك. ركز كده بعدها اس وقبلها رقم يبقى ده يعد. بمعنى ايه؟ شعر. انا شفت شعرتين لكن كشعر عموما لا يعد. بس كده ماي هير از شورت. هو حد يعرف يعد شعره؟ لا. قبلها حاجه؟ لا. بعدها حاجه؟ لا. يبقى معنى الشعر. اسكول المدرسه بنيت الشهر الماضي. ايه دي؟ يبقى اسم مفرد معنى مدرسه. علي ستارت سكول. بص كده علي بدا الايه؟ الدراسه. قبلها حاجه؟ لا. بعدها حاجه. يبقى لو بمعنى ما قبلهاش حاجه وبعدهاش حاجه يبقى معنى الدراسه اسم لا يعد. could you have to coffee؟ هل
could I have 2 coffees؟ انا عاوز 2 ايه؟ فنجانين قهوه. ركز كده، ادي 2 وادي اسم يعد بمعنى فنجان. طيب have you got any coffee؟ قبلها حاجه؟ لا. بعدها حاجه؟ لا. هنا بمعنى الايه؟ المشروب. طيب we need 3 لاين. بص يا جماعه، لقيت اي رقم باسم يعد، لقيت اي رقم فوق الواحد يعني 2 3 4 5 تبقى جمع، 2 3 4 5 الى ما لا نهايه اسم جمع. 3 لمبات، 3 مصابيح. احنا محتاجين 3 مصابيح في الاوضه. ذا صن، الشمس تعطينا لايت، الضوء. هنا قبلها حاجه ولا بعدها حاجه؟ معناها الايه؟ الضوء. يبقى لو الكلمه قبلها حاجه او بعدها حاجه ده اسمه ايه؟ اسم يعد. ممكن يبقى مفرد ممكن يبقى جمع، قبله رقم فوق الواحد 2 3 4 يبقى جمع. طب لا قبله حاجه ولا بعده حاجه؟ اسم لا يعد، وكل واحده ليها معنى. يعني بص، هنا دجاجه يعد، لحم الدجاج لا يعد. بص كده، هنا ابيبر جريده، بيبر ورق الكتاب، هنا اورانج برتقال، هنا اورانج اللون البرتقال. وها قد وصلنا الى نهايه المحاضره يا شباب. انتهت المحاضره. خدنا النهارده الاسماء وصنفناها لاسماء تعد واسماء لا تعد، وخدنا الاسماء تعد اسم مفرد واسم جمع، وخدنا ما هو الاسم المفرد وما هو اسم الجمع. وبعد كده دخلنا في الاسماء التي لا تعد، وعرفنا ان اسم لا يعد، وعرفنا تصنيفاته بالتفصيل الممل، ادق التفاصيل في الاسماء التي لا تعد. احنا بفضل الله عز وجل قدرنا نلم كل الحاجات اللي كانت واقعه مننا في الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد والاسماء المفرد والاسماء الجمع، وخدنا الاسئله ازاي بتيجي في امتحانات الثانويه العامه. خلاص. اللهم ان كان توفيقا فمن الله وحده، وان كان سهوا فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلقاكم في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.